جالي سؤال في الإكسل إزاي إن أنا أقدر أمنع التعديل على خلايا معينة في الإكسل. أول حاجة لازم تعملها إن أنت لازم تلغي اللوكد أو القفل اللي على الشيت كله، حدد الشيت بتاعك كله كنترول إيه، اضغط كليك يمين اختار فورمات سيلز، هتيجي عند برودكشن من هنا كده هتشيل اللوكد من هنا كده زي ما إحنا شايفين، قُل له أوكي. كده أنت لغيت الحماية من على الشيت كله، تعالَ بقى حدد المكان اللي أنت عايز تمنع فيه التعديل، وليكن أنا هامنع الجدول ده. أحدد الجدول، أضغط كليك يمين، أختار برضه format cells وهاجي عند protection أقول له locked اقفل لي الجدول ده وأقول له أوكي. آخر خطوة معانا هنيجي عند review وبعد كده هنختار product sheet طبعًا كل ده وأنت محدد الجدول، اضغط عليها ضغطة هيقول لك أنت عايز تعمل password والّا عايز تسيبه كده اللي أنت عايزه، قُل له أوكي لو أنت مش عايز تعمل password. وليكن مثلًا إحنا هنشتغل على كده نقول له أوكي، تعالَ عدِّل على أي حاجة جوّه الجدول هيقول لك خطأ زي ما إحنا شايفين قدامنا. طب لو عايز تشيل بقى القفل ده حدد الجدول تاني قُل له unproduct sheet تعالَ بقى عدِّل على الجدول هيبدأ يعدِّل معاك عادي.